طبعا مع بداية رأس السنة الجديدة والاحتفال بالكريسماس، كل المحلات والكافيهات والشوارع بتستعد للاحتفال. ومن أهم الأماكن اللي بيكون ليها شكل بيجذب الناس هي محلات الهدايا، اللي دايما بتغير شكلها تماما بشجرة الكريسماس وزينة رأس السنة، وأهم حاجة سانتا كلوز أو بابا نويل. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. لكن على مستوى الأفراد في الشارع، كل واحد فينا بيبقى ليه طريقته في الاحتفال وأسلوب ممكن يختلف عن باقي الناس، ومن هنا بنشوف أفكار كتيرة جدا. لكن كان في مجموعة من الشباب ماشي وبيفكر إزاي يحتفل برأس السنة. عايزين نعمل فكرة جديدة للكريسماس الشباب. حلوه فكره. ايه رايك لو نزلنا بابا نويل في الشارع؟ هي فكرة هدايا او خلينا ناخد هدايا وسعها. ومن هنا بدأت الفكرة تكبر عندهم، ليه ما ينزلوش الشارع ببابا نويل ويقدموا شكل جديد للاحتفال. فكرت انا واصحابي ان احنا ننزل نحتفل بالكريسماس مع الناس، ونجيب هدايا ونوزع مع الناس ونبسط الناس. لما اقترحت الموضوع على اصحابي عجبهم الفكرة جدا وقالوا لي هننزل معاه وهنشارك فكلهم الفكرة عجبتهم. الفكره اللي احنا عايزين نبسط الناس، الفكره اللي انا عمري ما شفت مثلا في مصر هنا مثلا بابا نويل بيحتفل مثلا بشاب مصري او بنت مصريه او بلد مصري، وعمري ما شفت كده في مصر. وبعد ما الشباب جهزوا سانتا كلوز أو بابا نويل، بدأ جولته السعيدة للشارع، شايل هداياه وبيدور على الفرحة في عيون الناس. Santa, please come early this Christmas and bring something special for. أول مرة نزلنا فيها دي يعني في ناس رحبت بالفكرة وفي ناس قالت لك إيه اللي أنتوا بتعملوه ده. الناس اللي بشوفهم اللي هم مرحبين اللي أنا أروح لهم، يعني أطفال، سيدات كبيرة، شباب، ناس كبيرة برضه، رجال وكده. بنخش عليهم بسلم عليهم وبتاع وبوزع عليهم هدايا، وهم برضه بيبقوا مرحبين. في ناس كتير جدا بتبقى مرحبة، وبالذات الأطفال لما بتشوفني بتجري عليا وبسلم عليهم وبوزع عليهم هدايا وبتبقى عاجباهم جدا. And bring something special for me. شفت فرحة النهاردة غير عادية في أول الأطفال والشباب والناس الكبيرة، ووزعنا عليهم هدايا وهدايا وشوش بابا نويل والطواقي اللي هو بيلبسها والنظارات، وعجبهم الفكرة وهم فرحانين جدا إن بابا نويل نزل وشارك معاهم واداهم هدايا. Early this Christmas, I'm praying, Santa please. ورغم إن هداياه بسيطة ورمزية، بيزور أماكن عامة وبيمشي في الشوارع ومش بيسيب حد إلا لما يتأكد إنه مبسوط. رحنا برضه الهرم وصورنا هناك والفكرة انتشرت، ونزلنا برضه عند قصر النيل. في ناس كتير جدا رحبت برضه بينا وكانوا اتصوروا معانا وصورنا معاهم ووزعنا برضه عليهم هدايا، عجبتهم الفكرة. هي أول سنة حد ينزل يعمل كده، واحنا إن شاء الله برضه كل سنة هننزل وهنوزع هدايا على الأطفال وعلى الناس الكبيرة وكل حاجة. وان شاء الله كده يعني ربنا يعيد علينا الايام بخير وسلام ان شاء الله. ويا ريت يعني نشوف الموضوع ده كتير في حاجات جايه ثانيه. موضوع كويس وتمام جدا، يعني لما يكون شباب يعني ماشي بالك في الشارع وتعمل حاجه كويسه فرحوا الناس يعني، وكل سنه وهم طيبين. انا عن نفسي اول ما شفت المنظر ضحكت، يعني حاجه تفرح الشعب. والله برضه استغربت، انت فاهم، فاكره مش جد يعني الموضوع وكده،
بس والله يعني كويس ان احنا نشوف حاجه زي كده. عيد المفروض الناس تفرح فيه جامد. اي دوله تشوف المنظر تحس ان احنا بنحب بعض. يا ريت تبقى كل شارع بابا نويل. كل سنه وانتم طيبين. بابا نويل المصري موجود مع أول أيام السنة الجديدة، بيفرح الناس وبيوزع الهدايا وبيخرج في كل الأماكن، ولازم تدور عليه في الكريسماس وتاخد هديتك وتسمع منه كل سنة وانت طيب. شريف الصمدي، عز الشباب.